يا صباح النور، صباح الحب والسعادة، صباح الطاقة الإيجابية. الوصفة تاع اليوم تقليدية بامتياز. راح نعطيكم السر اللي يخلي البزنس تاعك يجي ناجح 100%. هذا الوصفة الأصلية، ما راح نديروا فيها حتى مكون إضافي أو مكون خارج عن الوصفة الأصلية. نبدأ مباشرة في المقادير باش نحتاجوا فيها. أول حاجة راح نبدأ بها، عندي 3 كيلات تاع سميد المتوسط أو كما نعرفوها تشيشة متوسطة. هذه هي النوعية اللي استعملتها، ما تكون رقيقة بزاف تجينا كيما الكسرة والمطلوع، ما تكون خشينة ما نقدروش نلموها. أنا هنا احتجت 3 كيلات. هذا الكيلة اللي كيلت بها سميد راح نقارديوها ونكمل نكيل بها كامل المقادير الأخرى. عندي مغرفة كبيرة تاع الملح نجي نقسمها على 3 كيلات، ومغرفة كبيرة تاع سكر عادي قسمها ثاني على 3 كيلات كيما راكم تشوفوا. لا فيديو راهي والله الصورة راهي تشرح روحها بروحها، اما الهضره اللي راهي نهضر فيها مجرد دعم للتوضيح. نجي نخلط السكر والملح مع الشيشه، ونجيب الكيله تاعي ندير فيها كيله غير صبع. السمد يكون بارد، السمن لازم يكون بارد. اذا كان يا البنات دافي راح يفزت لكم كامل لاباط تاعكم. نجي نكمل هذاك الصبع اللي بقالي في ليدام الاول بالزيت. الكيله هذه البنات راح تهز لي 250 غرام، يتما عندي الكميه الكامله تاع الشيشه هي 750 غرام نتاع سميد متوسط. نجي نبس السميد تاعي. هنا راح نبسو بطريقه الاصابع، مانيش راح نبسو بطريقه الكفوف. هنا كان نبقى نحك في السميد بين الكفوف راح نتخلص من ديك الحروشيه. والسميد تاعي والله السميد اللي راح انا نخدمو به راه في الدرجه الثانيه والله في الدرجه الثالثه. الدرجه الرابعه يكون السميد الخشين، والدرجه الاولى هو السميد اللي نطيبو به الكسرة والمطلوع. هنا كما قلت لكم لازم ما نحكوش، نبقاو هكذا ندخلو في ليدام غير بصبعتينا، وكل شويه على شويه بعد ما تعقب عندي 5 دقائق كل شويه على شويه نبقى نهز شويه تاع سميد ونحاول نضغط عليه بيدي ونخبطه في الكفوف. اذا بقات لابول تاعها لابول هذه شاده روحها معناتها هذه هي النتيجه اللي نستحقها. قبل لا نبدا نضيف في السوائل الثانيه. السوائل الاولى كانت عباره عن زيت وعن سمن، والسوائل اللي في الدرجه الثانيه راح تكون عباره عن ماء وما زهر. راكم تشوفوا البنات النتيجه اللي لحقت ليها هنايا. نبقى كل مره نرفد لابول هذيك ونخبطها في الكفه تاعي. نجو هنا للسوائل في المرحله الثانيه اللي هي عندي نص كيلو تاع ماء يكون دافي ونص كيلو نتاع ما زهر. هاد الكيلة تاع الماء وما زهر راح نقسمها على 3. في الدفعه الاولى لهنا حندير نصف الكيلة كامله، ونبقى ندخل فيه غير بالاصابع، ما نعجنوش به ما نفزدوش القيمه تاع الشيشه. نبقى ندخل غير بالاصابع بشويه. كي نشوف روحي درت نص كيلة كامله نبقى نعجن غير بشويه. واهم حاجه والمكون اللي راح يعطينا البنه تاع زمان ويدخلنا ريحه الفرحه في الدار هو يطيب، هو مغرفه صغيره تاع قرفه بودر. راح تعطيك واحد النتيجه خياليه وبنه غير متوقعه. بعد الكيلة البنات عفوا نص كيلة تاع الماء نجي نبدا نلم فيه غير هكذا بهذه الطريقه، ما نعجن ما نتعب روحي. نحاول نلمو بطريقه عشوائيه كما راكم تشوفوا في لا فيديو، ونبقى مره على مره نحاول نلمو، والمره الثانيه نحاول نوزعو في القصعه. المره اللي بعدها نلم ومن بعد نوسع باش هكذا النص كيلة ديك يشربها لي ليدا عفوا يشربها لي سميد تاعي كامل. شفتوا البنات الطريقه، مره نلم ومره نعاود نفتح. في هذه المرحله ما نخافش من السميد اذا كان جاري، باسكو راح نخليه مده 3 دقائق 4 دقائق يرتاح لي، راح يشرب لي كميه السوائل اللي راهي فيه كامل. هذيك الكميه راح يشربها هي كميه زايده، معناتها السميد تاعنا هنا راه يشرب. وبهذا الخطوه نقدر نعرف نوعيه السميد تاعي اذا يشرب بزاف واذا يشرب شويه. في هذه المرحله نزيد ناكد لكم اذا كان يشرب بزاف من بعد راح نعطيكم نتيجه، راح نعطيكم نصيحه مع الاخر. اذا كان ما يشربش لازم نستعمل الكيله. في كلتا الحالتين او نوعيه سميد لازم نستعمل الكيله. نغطيه ونخليه مده 3 دقائق ونرجع ليه. بعد ما مروا لي 3 دقائق نجيب العجينه تاعي نفتحها. شوفوا البنات تغير القوام تاعها مقارنه مع النتيجه اللي قبل نغطوه، والنتيجه بعد ما تغطى وارتاح لي 3 دقائق. شوفوا كيفاش شد روحه. نجي هنا نكمل ربع الكيلة
وتبقى لي كميه قليله اللي هي حوالي 7 مغارف 8 مغارف تاع ما. هذوك المغارف يا البنات حنا نستهزوا بهم، نقول كان خلي نديرهم ولا نستغنى عليهم راح نتحصل على نفس النتيجه. هنا هذه المعلومه بزاف خاطئه، لازم الكيله تكمل كامل، ومغرفه واحده تاع ما راح تقلب لك النتيجه بشكل كامل. نجي بنفس الطريقه اللي لميت بها لاباط تاعي في الاول راح نزيد نديرها هنا، نلم العجينه تاعي غير بالاصابع ومن بعد ندير امبول هكذا ونعاود نفتح. كل ما ندير امبول وعاود نفتح هذو الخطوات اللي كما راكم تشوفوا فيهم نديرهم بشكل سريع راح يخلوا العجينه تاعي تشرب. واهم حاجه انه ندخلوا السوائل اللي هو الماء ومزهر. لازم كي تلم العجينه تاعك ما تبقاش هذيك الطبقه تاع الماء من الفوق، لازم تجيك عجينه ناشفه، ماهيش ناشفه اللي راح نتحصلوا عليها وشي ناشفه ما فيهاش الطبقه. هذه نصيحه ولا خطوه جد مهمه، انك كي تلمي العجينه وقبل لا تغطيها لازم ما تكونش كاينه فيها هذيك الطبقه تاع الماء من الفوق. بعد ما دخلت الكميه الثالثه تاع الماء نجي نستعمل هذه الطريقه. هنا الفيديو راني مسرعاته على ذيك البيت باه ما ناخذش معكم وقت اطول. شوفوا هنا كي راني نستعمل طريقه الكف مانيش نضغط، يعني غير بشكل خفيف وبطريقه حنينه باش نرجعوا لنفس النصيحه الاولى باه ما نكسرش القوام تاع الشيشه اللي كي نعود ناكل في المبسس تاعي تجيني هذيك الحروشيه اللي زايده فيه النص والله اللي غالبه على المبسس بشكل عام. هذه هنا نجي المره الثانيه نغطيه ونعاود نفتحه. الراحه راح يرتاح لي ما ياخذش وقت، حوالي 2 دقائق 3 دقائق في الوقت اللي صحيت تغسلي ايديك وترجعي تلقاه يرتاح بسرعه. نجو هنا البنات نزيد الكميه اللي بقات لي انا حسبتها هنا البنات 4 مغارف بالضبط تاع ماء مع مزهر. نجي ندخلها بشكل عشوائي. هنا ما راناش نعجنوا، نعاود لكم ونكرر، مانيش نعجن، راني ندخل في السوائل بشكل عشوائي. هنا المهم العجينه تاعي ندير فيها الكميه ولا الكيله هذيك تاع السوائل كامله. شوف نجي نعجن بهذه الطريقه، ومره على مره نحاول ندير العجينه تاعي على شكل كره ونبقى ندور فيها على السطح كامل. هذا الخطوه تاع اني نبقى نلعب بالعجينه كيما الكره راح تساعد انه التشققات هذو كامل يختفيوا. والنتيجه ثاني اللي نلحقوا ليها لازم يبداو يظهروا خطوط في العجينه تاعك. اذا ما ظهروا لكش خطوط خليها ترتاح لك، ما كان حتى مشكل. وهذه الخطوات والله هذه طريقه بزاف سهله كانوا يستعملوها جدودنا والله جداتنا في زمان. مادام طريقه تقليديه معناتها ما تحتاجش جهد كبير والله تفكير كبير، راح تنجح لك مهما كنتي مبتدئه. شوفوا كيفاش راني نلعب بالعجينه في البلان دو طرافاي. راح لهذه الدائره اللي ندير فيهم راح هذوك الشقوق كامل يختفيوا. شوفوا العجينه كيفاش راهي لهنا وكيفاش دارت لي خطوط بيضاء. راح نغطيها للمره الثالثه مده 5 دقائق ومن بعد نرجع لكم. هذا لي زيتاب اللي عقبنا عليهم كامل ضروريين يعطيكم نتيجه جد مرضيه. بعد ما ارتاحت لي لهنا شوفوا كيفاش نرجع ليها. نجي نقسمها على 2، انا قسمتها هنا على 2 باسكو ما نقدرش نفتح كميه كبيره، قسمتها على 2 نفتح بالجزء حتى نقلي الجزء الاول ومن بعد نولي للجزء اللي بعده. نجي نلم العجينه تاعي بهذه الطريقه. هذه الطريقه تساعدك تعرفي العجينه تاعك اذا راهي واجده ولا ماهيش واجده. اذا كانت واجده ما نلاحظوش فيها حتى تشققات، اذا ما كانتش واجده والله ظهروا فيها شويه تشققات راح نزيد لها حوالي 2 مغارف فقط تاع الماء. 2 مغارف كيما قلت لكم بدات غرفه قادره تبدل لك كامل الموازين. نزيد لها 2 مغارف تاع الماء، نزيد نحاول نلعب بها شويه، ندخل الماء فيها ونخليها ترتاح لي، راح تتحصلي على نتيجه بزاف هايله. هذا اذا كان سميت تاعك يشرب بزاف. هاي لابول الاولى ولابول دوزيام. شوفوا النتيجه كيفاش راهي. نجيب بابي كويسون باش نفتح فيه العجينه تاعي تاع المبسس. لازم بابي كويسون باسكو راه فيه بزاف ليدام، دونك كي تفتحيه بالحلال ولا بايدك راح يلصق لك في البلان دو طرافاي. راح نفتح السمك. انا هنا اللي فتحت به حوالي سنتيم ونص، تقدري تروحي حتى نزود سنتيم، 2 سنتيم ونص. 2 سنتيم ونص راح تجي شويه عاليه كما كانوا تاع زمان يديروها. كنا كي نشوفوا حبه المبسس تتخلعي فيها تقولي ايه هذه الحبه بزاف ضخمه، راح تقهم خاصه اذا كانت نوعيه المبسس اللي يتعسل. راح نجيب هذه القطعه فيها 6 سنتيم ونص.
6 سنتيم ونص هاي في الحجم العادي. اكثر من كانت عندي قطعه تاع 8 سنتيم قصتها جتني الحبه بزاف كبيره. نجي نقطع الحبات هذو كامل ونحطهم اكوتي. حبيتي تكملي مام العجينه اللي بعد تقطعيه وتحطيه باش كي تبداي تقلي ديريكتومون. العجينه هذه اللي كنا قطعنا منها ما تجيش تعاودي تفتحيها مباشره، حاولي تلميها خليها ترتاح 5 دقائق 10 دقائق ومن بعد عاودي افتحيها راح تحصلي على نفس النتيجه. شفتوا الحبات كيفاش راهم جايين ما فيهم حتى تشققات والعجينه تاعك ناجحه 1000%. لي شيت حبيباتي بعد ما قعدوا لي لازم يرتاحوا باش نتخلصوا من هذوك التشققات. بالنسبه للعسل انا كنت جبت كميه تاع العسل من البواط تاعو ديريكتومون للمول. ديروا في مول ولا في حاجه تكون واسعه باش هكذا تعسلوا براحتكم. هنا ما نحتاجوا العسل سخون ما والو، بحرارته الطبيعيه. بالنسبه لطريقه الطهي انا كانت عندي الزيت، لازم ديروا الزيت ولا تقليو في حاجه ما تلصقش. كيفاش نجو نتاكدوا؟ اول حبه نطيبوها نخلوها وحدها، اذا كانت لصقت لنا عرفي بلي المبسس تاعك ولا العجينه تاع المبسس ماهيش ناجحه، رجعيها ضيفي لها 2 مغارف تاع الماء ولا ضيفي لها بالمغرفه تاع الماء حتى تعود ما تشقق. شوفوا هنايا ما طلقت لي حتى حاجه في الزيت تاعي قاعده نضيف. ونصيحه ثانيه، لازم الحبه تاع المبسس تتغطى، يكون الزيت فوقها. كي تحطي الحبه تاع الزيت تتغطى كامله، تكون على نار متوسطه. في الاول نشعل النار تاعي حتى تسخن على نار عاليه. بعد ما الزيت تاعي نحسو بلي سخون نجي نقص له للمتوسط ونخلي المبسس تاعي يطيب بالعقل، ما نبقاش نقلب فيه، راح يطيب على وجه واحد. بما انه مغطي بالزيت راح يعطيني نفس النتيجه كيما تحت كيما الفوق. شوفوا البنات نجي نحي ونحط في لو بابي كويسون، ما تنحيهش وتروحي ديريكتومون ديريه في العسل. هذه الخطوه راح تخليه يجي من الداخل بزاف مشمخ ويقهم. هنا راه تخلص من الحراره ديك الزايده، راه سخون نحطه في العسل. كي نحطو نبقى هذا الخطوه الاولى راح نبقى نقلب فيهم حوالي 6 خطرات 7 خطرات ومن بعد نخليه حوالي 5 دقائق حتى 10 دقائق في العسل يتشرب لي العسل براحته. هذه الخطوه بزاف هايله. واذا عندك كميه كبيره تقدري تحتفظي بها في بورت مونجي، كل ما تجي راح تستعملي تسخني العسيله وتغطسي في العسيله وتشربيها عادي نفس الطريقه تاع المقروط. حتى العجينه تاع المبسس نفس العجينه تاع المقروط، تقدري تهزي هذه العجينه وتخدمي بها المقروط نورمال راح تنجح لك بكل سهوله. هنا حنخليه كما قلت لكم يرتاح لي مده 5 دقائق 10 دقائق ومن بعد نجي نصفيه. نجيب صفايه نهز بالحبه ونخليه يتكثر لي غير شويه باسكو هو ما فيش تمر. كان جا فيه تمر نقول لك رايح ياخذ لي وقت في التعسل، بما انه راه كلش تشيشه راح ثاني يتشرب لك ثمثم ويتكثر ثمثم. شاركت معكم كامل الخطوات خطوة بخطوة وطريقة ناجحة 1000%. هذه طريقة كما قلت لكم تقليدية. الوصفات التقليدية أنا كي نشاركهم معكم ما نخافش منهم كامل، على بالي بلي النتيجة تاعهم راح تكون ناجحة 1000%. البنات اللي يتبعوني ومالفين يشوفوا وصفاتي ومالفين يتواصلوا معايا في الفيسبوك ويبعثوا لي تطبيقاتهم راهم على بالهم وشانين. لهنا لحقنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفه. ما تنساوش اي وحده شافت الفيديو تخلي لي جيم وتخلي لي تعليق حتى ولو بنقطه. الى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. ان شاء الله نلقاكم كامل بخير وبصحه جيده.